Commandos cited that نائب زميل معوقين زيدانهون تعمل على شهيد تعملين معه فالصلاة والصلاة أي كلهم سلطات مغربي وخبطونا وخكتلونا وخمتنا موتوا شهداء جايز مضيعة بيطاوية ديمقراطية لبدي لا تقدير مصر. جمعنا هذا لإحياء ذكرى أليمة ألا وهي ذكرى اغتيال الشهيد محمد لمين هيدار. نستنكر وعلى الدوام هذه الجريمة البشعة التي ارتكبت في حق هذا الشاب الصحراوي المناضل ظلما وعدوانا ودون ما سبب، ونتساءل عن جثة هذا الشهيد أين هي الآن؟ أين توجد؟ قتلوه واعتنوا موته بعد الطعنة التي أدت بحياته دون أن تراعى له مبالاة في العلاج، بل ظل مع ما يعانيه من المرض والنزيف الداخلي نتيجة الطعنة في مخافر الشرطة حتى مات. ولما قتل ذهبوا بجثته إلى مكان مجهول غير معروف، وهذا ما يزيد الطينة بلة وما يزيد المأساة أسا وغضبا وقلق وحزن. وبهذه المناسبة نجدد تعزية وتعازينا، وما هذا التجمع إلا هو دائما لتجديد التعازي لجدته هذه التي تربى في حضنها هذا الشهيد، التي تربى في حضنها كما قلت ألا وهي السيدة عزيزة. ونجدد كذلك تعازينا لأمه لوالدته تكبر وهي الآن في جزر كناريا. وكذلك نقدم تعازينا الحارة لشعبنا، ونطلب من هذا الشعب أن يجعل اليد في اليد وأن لا ينسى قتل أبنائه، وأن يعلم علم اليقين أنه مستهدف كله بهذه الجرائم التي ترتكب ضده قصد تصفية الجسد الصحراوي. إذن هون خاصنا نتضامن وخاصنا ما يموت منا حد إلين ظهروه للعالم كامل ونناضلوا ونموتوا من أجله، وكل الوطن والشهادة كما نقول في شعارنا الخالد كل الوطن أو الشهادة. الصلاة والسلام على من اتبع الهدى وآمن بالله، وحسبنا الله ونعم الوكيل على الاحتلال القاسي من يقتحم البيوت ويفتك الأعراض. اليوم نتضامن ككل يوم ككل سنة ككل ثانية ودقيقة مما يرتكبه الدولة المغربية تجاه أبناء الصحراء الغربية. هذا شيء باين للعالم لأن الدولة المغربية تريد الصحراء بلا شعب، وهذا من سابع المستحيلات. أبناؤنا اليوم مصفون أمام أعيننا ونحن لا حول لنا ولا قوة. بصفتك واحدة من هذا الشعب تعرض أبنائها وأبناء الصحراء قاطبة من القويرة إلى أقصى الجنوب من قمع واغتيال واختطاف من سنة 1975، ونحن في هذه الحالات إلى يومنا هذا، مما يتواجد أبناؤنا اليوم داخل سجون الاحتلال المغربية. لكن هذا نقول للدولة المغربية أراه ما يزيد الشعب الصحراوي إلا صمود وتحدي. هذا أمر عادي. نتضامن اليوم مع هذه العائلة التي عاشت المأساة، عاشت وشاهدت ابنها أمام أعينها يقتل من طرف عناصر مستوطنين، مع تواطؤ كذلك مع عناصر شرطة الاحتلال المغربية ووزارة الصحة. نحملها كامل المسؤولية. كما نناشد من هذا المنبر
الذي هو منبر الشعب الصحراوي المقموع والمقهور. التدخل العاجل وفتح تحقيق عاجل وشامل في هذه القضية، في هذه الجريمة البشعة. لو كان أحد من الشعب يرتكب هذه الجريمة لما تم اعتقاله وتم إعدامه كما تم إعدام على أبنائنا أبناء الملحمة التاريخية التي لم يرتكبوا أي جرم، سواء أنهم طالبوا بحق من حقوق أرضهم المغتصبة والتي تنهب كل يوم. اليوم أناشد كذلك كل من يمثل هذا الشعب اللي هي جبهة البوليساريو التدخل وفتح تحقيق عادل وشامل وكل الوطن أو الشهادة وتجنيد الطاقة البشرية لربح المعركة المصيرية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. احنا اليوم موجودين هون في هذا الجمع من أجل هذه الذكرى اللي هي الذكرى الثالثة بتوفاة الشهيد محمد الأمين، ونندب بهذا العمل الجبان اللي قايمة به هذه الدولة دائما وهو معودة معلك دائما. والسلام عليكم.